أهلين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بما إنه إحنا قاعدين في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، إن شاء الله ربي يتمم علينا هالشهر بالخير والصحة، وإن شاء الله ربي هالشهر ينعاد علينا بالصحة والعافية. حبينا نكسروا روتين الشربة والبوريك والبيتزا والحاجات الحارة وهيك، وجي خاطرنا في وجبة مسقي، فدرت لهم كسكسي بالبصلة. بسم الله ما شاء الله. خليكم معي في الفيديو تابعوا الخطوات. اول شي وديت خضرتي، الكرعة الحمراء، البطاطا. في ناس ما يحبوش يحطوا بطاطا في الكسكسي، بس انا نحب عادي. وطبعا البصل شرايح رقاق حلبة باش لما تجي البصلة تجي منظمة. حطيت على الكسكسي شوية زيت ومعها شوية ملح، طبعا عينك ميزانك، وشوية مية. بعدين حركتها بيدي كي باش يتبلبل كله، ونحطه على الكسكاس أول ما يبوخ. وهنا البسلة معروف إنها طيب ومبوخة في الكسكاس، لكن حبيت نطيبها بطريقتي اللي نحبها. طبعا نحب نطيبها في الزيت. وبعد ما البصلة أخذت وقتها وطيبت في الزيت، شوفوا كيف طلعت متدبلة معايا وكأنها متبوخة على الكسكاس. أنا نحبها هيك لأنه لو مبوخة على الكسكاس حتكون شوي جافة، بس لما تطيب في الزيت حتكون ألذ وأطعم وأحلى بهلبة. بعدين طبعا ضفت لها شوية من مرقة اللحم، وحنضيف لها البهارات، فلفل أحمر، فلفل أسود، 7 بهارات، بزار، كل شيء. أيضا نزيد عليها
ملعقة كبيرة كشيك كبير من معجون طماطم، نحركها ونخليها على نار هادية لحد ما تغلي وتطيب، وبعديك نطفي عليها تكون جاهزة. هنا طبعا أخدت كيس ومسحت الحواشي متاع الصينية باش تقعد الصينية نظيفة ومرتبة. طبعا نسيت نصور لكم لما سقيت، عادي زي المعتاد حطيت الكسكسي وبعدين الحماد البسلة الحمص. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تديروا لي لايك واشتراك وتحطوا لي تعليقاتكم الحلوة، واي اكلة تحبوني نديرها خلوها لي في تعليق وحنديرها باذن الله. منورين، ربي يحفظكم جميعا.